الأغلبية ديال الناس على الفيسبوك كيسحاب ليهم إلا بغاو يجيبوا المشاهدات والمتابعين خاصهم يديروا الإعلانات، وهذا هو أكبر غلط. الفيسبوك ما باغيش منك الفلوس أنت كصانع محتوى، لا بالعكس هو باغي المهارات ديالك، حيت المهارات ديالك أغلى بكثير من هذيك الفلوس اللي غادي تعطيه أنت، وغتجيب ليه أضعاف عشرات الملايين ديال الأرباح من داكشي الفلوس اللي غادي تعطيه أنت في الإعلانات. وإلا مشيتي حتى اتجهتي للإعلانات، هنا الفيسبوك ما غاديش يصنفك كصانع محتوى، لا بالعكس غادي يصنف الصفحه ديالك كانها صفحه تجاريه، وغادي يصنفك كمستخدم عادي على الفيسبوك. هنا ما كنصحكش بالاعلانات، بل كنصحك بالمهارات ديالك. بدع في داكشي اللي عندك، كدير محتوى تعليمي او محتوى رياضي، عطي الفيسبوك هو غادي يعطيك كشير وغادي يروج لك المحتوى ديالك. وهنا غطيح في واحد المشكل اللي هو مشكل خطير، خاصك ديما تبقى تدفع الفلوس للاعلانات باش تحافظ على التوازن ديال الصفحه ديالك، وهذا هو اكبر مشكل اللي كيطيحوا فيه اغلبيه ديال صناع المحتوى. وهنا الخوارزميات ديال الفيسبوك شكون اللي كتكافئ اللي عنده محتوى اصلي وعنده الثقه وعنده الاستمراريه، وهذا الشيء كامل كيتجمع في نقطه واحده، وهذه النقطه هذه هي نسبه الاحتفاظ بالجمهور. الا كانت عندك نسبه الاحتفاظ بالجمهور طالعه، راه اكيد ان الفيسبوك غادي يزيد لك المتابعين. ولكن راه خصك تفرق بين جوج، هاد الحوايج ضروري خصك تركز عليهم، بان الفيديوهات الطويله راه كيحافظوا لك على النسبه ديال الجمهور اكثر بكثير من الفيديوهات القصيره، ولكن الفيديوهات القصيره هما اللي كيجيبوا لك المتابعين اكثر. هنا خصك تفرق بيناتهم بجوج.